اعتذار إمام عاشور. كابتن أشرف محمد، إذا عندك أي تعليق على لاعب فريق الأهلي المصري الكابتن إمام عاشور، واحد من نجوم الكرة المصرية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل. بالنسبة لاعتذار إمام عاشور، أنا هضم صوتي لصوت الكابتن مصطفى عبده في أحد الحوارات المتلفزة مع الكابتن إبراهيم فايق. قال لك أنا غير مقتنع بهذا الاعتذار ومش هضمه. أنا إحساسي إن في شيء بيتم ترتيبه بين اللاعب إمام عاشور ووكيل أعماله آدم وطني. مع العلم بأن اللاعب إمام عاشور هو لاعب مميز جدا، وكان من نجوم منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، ويحدث الفرق مع أي فريق يرتدي التيشيرت بتاعه. ولكن إمام عاشور فعلا أنا أتوقع الفترة اللي جاية ممكن ما يكملش في النادي الأهلي، لأن هناك بعض العروض المقدمة لإمام عاشور عن طريق وكيله آدم وطني، ومنهم عرض كبير جدا من نادي عربي خليجي. ولكن حصل هناك تواصل بين الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإمام عاشور، ونصحوا بالآتي: بأن يتم الالتزام مع النادي الأهلي، وأن يعتذر ويكمل مسيرته مع النادي الأهلي، لأن ده في مصلحته عشان يقدر يلعب كأس عالم. لأن هو لو اتخذ قرارات غير كده، ده مش في مصلحته وهيأثر على مشواره الكروي، وممكن ما يلعبش كأس عالم. وأنا كراجل مصري ومشجع للكرة المصرية، أنا أتمنى لو كان هناك مفاوضات مع إمام عاشور أن تكون بشكل رسمي عن طريق وكيل أعماله والنادي الأهلي، وأن يلتزم مع النادي الأهلي، لأن طيب. إمام عاشور لاعب مهم جدا لمنتخب مصر. شو مشكلة إمام عاشور بالأساس؟ إمام عاشور مشاكله كتيرة مع اللعيبة في النادي الأهلي، يعني حتى دي تاني مشكلة يعملها مع زمايله، يعني مش منضبط بالشكل اللي هو. فأنا عجبني طبعا يعني تصريح الكابتن مصطفى عجبني. ولكن أنا بقول لحضرتك لو الأهلي مش عايزه يعرضه للبيع، ولكن نصيحتي أنا لإمام عاشور شخصيا: التزم مع النادي الأهلي عشان تقدر تلعب كأس عالم. لو في عروض عندك خليها تيجي بشكل رسمي للنادي الأهلي، وتمشي من النادي الأهلي بشكل رسمي. ده في مصلحة إمام عاشور، نعم. وفي مصلحة الكرة المصرية، وفي مصلحة منتخب مصر.